المرحلة الانتقالية. لن أخوض في القاموس، ولكن إذا كانت تمشي كالبطة وتصدر صوتا كصوت البطة فهي بطة. أخيرا يكتشف الأمريكيون أن تعريف ما حدث في مصر يوم 3 من تموز يوليو الماضي أوضح بكثير من أن يختلفوا مع أحد على تعريفه. البطة بطة، قال السيناتور جون ماكين، والسيطرة على السلطة بغير طريق الانتخابات لا اسم آخر لها سوى الانقلاب، أكد ورفيق رحلته إلى مصر السيناتور ليندزي غراهام. من هم في الحكومة الآن ليسوا منتخبين، أما المنتخبون فهم في السجن. لا أعلم كيف تفسرون هذا الوضع. شيء ما يجب أن يحدث، إما أن تتحسن الأمور بشكل بطيء وهذا يعني الإفراج عن بعض المعتقلين وبدء المحادثات، أو أن الأمور ستتدهور بسرعة. هكذا إذن وبعد تلكؤ دام مدة شهر أو أكثر في تعريف ما فعله وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي برئيس مصر المنتخب محمد مرسي، ينتقل عضو الكونغرس الأمريكي إلى ما هو أهم وأخطر، أي تداعيات الحدث التاريخي المجلجل وآفاق تفاعلاته المضطرمة الآن في الشوارع والميادين العامة على استقرار ومستقبل أكبر الدول العربية. لكن تجنب الهاوية في الفهم الأمريكي كما عبر عنه ماكين وغراهام لا يعني تبني موقف المنادين بعودة مرسي إلى قصر الرئاسة